يا صباح الخير، صباحكم سعادة وتفاؤل وراحة بال، يا رب جميعا تكونوا بخير. الغدا بتاع النهارده ده بقى حلو في كل حاجة، حلو علشان ما بياخدش منك ابدا ولا وقت ولا مجهود، حلو علشان الوصفة كلها بتتعمل في صينية واحدة. يعني الغدا ده تعمليه لما تكوني عايزة تعملي غدا حلو بس في نفس الوقت مش عايزة تقفي في المطبخ كتير او كسلانة مثلا او تعبانة ومش قادرة تقفي كتير، لان فعلا طريقة تحضيره ما بتتعداش الدقايق، مش محتاج منك بقى متابعة ولا اي حاجة. غير كده بقى هنعمل احلى صينية بطاطس بالفراخ بتتبيله بجد ولا احلى يعني، وممكن كده تكوني ما عملتهاش قبل كده. كل اللي اقدر اقوله ان ريحتها وطعمها بجد مميزين جدا، هتشرفك جدا لو عملتيها في البيت او حتى عملتيها في العزومات، علشان مش معنى ان عندك عزومه تفضلي بقى واقفه في المطبخ طول النهار، لا بجد الوصفه دي هتكون حلوه جدا لو عملتيها. كل اللي هتحتاجيه جنبها هو شويه رز وبس كده. تعالوا بقى نبعد شويه عن الشكل التقليدي لصواني البطاطس بالفراخ ونعمل الوصفه القمر دي. بس لو سمحتوا قبل ما نبدا الفيديو حابه افكركم يا ريت اللي ما عملش اشتراك في القناه يشترك، وكمان يفعل الجرس ويعمل لايك علشان ده بيساعد القناه ان هي تكبر. ويلا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه كده التتبيله اللي انا هحضرها دي هتكفي لفرختين، وعلشان احضر التتبيله استخدمت نص كوبايه من عصير الليمون، وحطيت عليه معلقه كبيره مليانه من الثوم المفروم الناعم، وثلاث معالق كبار من دبس الرمان. وعلى فكره بقى اللي ما بيستخدمش دبس الرمان في تتبيله الفراخ او اللحمه بجد فايته كتير، لان بجد بتخلي طعم التتبيله ولا احلى. ومعلقه كبيره مليانه من صلصه الطماطم، ولو انت ما عندكيش صلصه طماطم تقدري تبشري طماطمتين كده او 3، المهم ان انت تستخدميهم من غير قشر. وكمان حطيت ربع كوبايه من الميه. هقلب بقى المكونات دي مع بعض كويس جدا، وعلشان بقى انا عندي زعتر فريش وزرعاه في البلكونه فاكيد طبعا لازم استخدمه، بس احنا في الاساس هنستخدم زعتر مجفف. نيجي بقى للتوابل البودر، هتكون عباره عن ملح، والملح طبعا هيكون حسب الرغبه، معلقه كبيره من توابل الفراخ البودر، معلقه كبيره من البابريكا المدخنه، ولو عندك بابريكا حلوه مفيش مشكله، معلقه كبيره من الزعتر المجفف، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من الكركم، معلقه صغيره مليانه من الكاري، معلقه صغيره من السبع بهارات، ومعلقه صغيره من الكمون وبس. وهي دي التوابل اللي احنا هنستخدمها. وعلى فكره في التتبيله دي تقدري لو انت ما عندكيش اي حاجه تستبدليها باي حاجه تانية، وتقدري كمان تضيفي اي اضافه انت عايزاها، لان هي اساس التتبيله دي بتعتمد على الليمون والثوم المفروم الناعم، والباقي ده كله اختياري. انا استخدمت فرختين زي ما قلت لكم، والفرختين كان حجمهم صغير، لان طبعا الفراخ كل ما يكون حجمها صغير كل ما بتكون احلى. وانا قطعت الفرخه على 8، عايزه تقطعيها على 4 او عايزه تقطعيها على نصين، طبعا التقطيعه دي بتكون حسب الرغبه. ويا ريت كمان وانت بتنضفي الفراخ تعملي فيها فتحات كبيره كده علشان التتبيله تدخل جوه اللحم ويكون طعمها حلو. ويا ريت كمان وانت بتنقعي الفراخ في ملح وخل وليمون وجنزبيل تحط معاها مطيبات زي مثلا ورق لورا او حبهان كبابا صيني قرنفل. لما الفراخ بتتنقع في المطيبات دي بيبقى ريحتها وطعمها حلوين جدا وما بيبقاش فيها اي زفاره. هسيب بقى الفراخ دي في التتبيله يعني مش اقل من 4 ل 5 ساعات كده، ويا ريت لو قبل بليله. انا بقى تبلتها قبلها بيوم وده كان تاني يوم الصبح. وهنا بقى الخضار اللي انت هتحطيه تحت الفراخ في الصينيه هيكون طبعا حسب الرغبه. انا استخدمت 4 حبات من البطاطس وبصلايه واحده وقرن فلفل اخضر حار والوان، وكمان طماطمايه واحده بس. يا ريت وانت بتقطعي البطاطس لشرايح تخليها سميكه شويه علشان ما تتهريش منك في الفرن، لان طبعا انتوا عارفين ان البطاطس بتستوي بسرعه، علشان كده لما تيجي تقطعيها قطعيها سميك شويه. لكن لو هتستخدمي جزر في الخضار تقطيعه الجزر هتكون عكس البطاطس، يعني لما تيجي تقطعي الجزر لشرايح هتخلي سمكها يكون رفيع شويه علشان يستوي اسرع. تقدري بقى تستخدمي كوسه وهتقطعيها برده لشرايح تكون سميكه شويه، تقدري تحطي بزله بتكون حلوه جدا. وهنا بقى جبت البايركس اللي هدخله الفرن وحطيت كل حاجه على بعض، وهحط عليها توابل بسيطه جدا، يعني شويه كده من الملح بس طبعا ما يكونش كتير علشان التتبيله بتاعه الفراخ فيها ملح، ورشه كده من الكمون والفلفل الاسود والبابريكا والكاري. وعلشان بقى انا بحب صينيه الخضار يكون فيها صوص كتير فزودت ربع كوبايه من الميه. هو الخضار هينزل الميه بتاعته بس انا بحب الصوص يكون كتير لان بيكون طعمه حلو جدا لما بتحطيه على الرز. قلبت بقى كل حاجه كده مع بعض في التوابل، وبعدين هرص بقى الفراخ على الوش. وعلى فكره التتبيله دي برده بتكون حلوه جدا لو عملتيها مع اللحمه، لان بجد ريحتها وطعمها مميزين جدا، يعني مختلفه شويه عن اي تتبيله ممكن نكون عملناها قبل كده. ميكس التتبيله اللي عملناه مع بعض زي الليمون والثوم ودبس الرمان والزعتر بجد بيدي طعم حلو جدا. وبعد ما رصت الفراخ كلها على الوش هحط بقى التتبيله اللي نزلت من الفراخ، وبعدين هغطي الصينيه في الاول كده بورق زبده، وبعدين هغطيها بورق فويل. وعلى فكره لو انت ما عندكيش ورق زبده تقدري تستخدمي ورق كراريس، المهم يكون نضيف طبعا ومش مكتوب فيه. والمهم كمان انك بلاش تحطي ورق الفويل على الفراخ على طول عشان ده مش صحي ابدا.
وبعدين الصينيه القمر دي هتدخل على فرن سخن جدا على درجه حراره 200 في الرف التاني من تحت لمده ساعه. وبعد كده هتطلعي الصينيه من الفرن وتشيلي ورق الفويل وورق الزبده، وهتجيبي الفرشه وتدهني الفراخ بالصوص اللي نازل منها. وبعدين الصينيه دي هتدخل الفرن تاني بس في الرف اللي في النص من غير بقى ورق فويل ولا زبده، علشان تكمل التسويه بتاعتها وفي نفس الوقت تاخد لون حلو من غير ما تفتحي عليها الشوايه. انا اجمالي مده التسويه اخدت معايا ساعه ونص، بس ده طبعا هيكون على حسب حجم الفراخ وكمان على حسب درجه حراره الفرن، لان طبعا الفراخ اللي انت مستخدماها لو حجمها كبير يبقى طبعا وقت التسويه هيختلف. يعني لو الفراخ كبيره هتسيبيها متغطيه بورق الزبده وورق الفويل لمده ساعه ونص، وبعد كده هتشيلي الورق وتدخليها الفرن تاني علشان تكمل التسويه بتاعتها وتاخد لون. انا اخدت معايا ساعه بالورق ونص ساعه من غير ورق. واول ما تخرج من الفرن برضو يا ريت تدهنيها كده بالصوص اللي نازل منها، بيدي لمعه حلوه جدا للفراخ. وبس كده يا ستي، ومفيش اسهل ولا اسرع ولا ابسط ولا احلى من كده غدا. زي ما انتوا شفتوا كده التتبيله بسيطه جدا، حضرناها على ايدينا من غير بقى خلاط ولا اي حاجه، ولا عصرنا بقى طماطم ولا فرمنا بصل ولا اي حاجه من دي. بس رغم بساطه التحضير الا ان ريحتها في الفرن كانت قلب الدنيا. والفراخ على قد ما هي متحمره واخده لون حلو جدا، بس من جوه كانت طريه جدا وجوسي. والبطاطس كمان مستويه ومحافظه على قوامها، علشان كده بقول لكم قطعوها لشرايح سميكه. وطعم بقى البطاطس كده وهي غرقانه في الصوص، بجد الوصفه كلها على بعض كده كانت ولا غلطه. كل اللي محتاجاه جنبها هو شويه رز وبس كده. وعلى فكره لو انت مش عايزه تدخلي الصينيه دي الفرن تقدري تعمليها على البوتاجاز بمنتهى السهوله، بس لو هتعمليها على البوتاجاز يبقى هتزوديها كمان شويه ميه، لما تستوي هتدخليها تحت الشوايه تاخد لون وبس كده. جربوا التتبيله دي سواء مع اللحمه او الفراخ، وانا واثقه ان شاء الله ان هي هتعجبكم. وبكده الفيديو بتاعنا النهارده خلص، نتقابل على خير ان شاء الله في فيديو جديد. اسيبكم في امان الله وحفظه. بس لو سمحتوا ما تنسوش لو انتوا استفدتوا من الفيديو ده ولو بحاجه بسيطه، ما تنسوش تعملوا الخير النهارده وتدعموني بالاشتراك في القناه، وكمان ما تنسوش تفعلوا الجرس وتضغطوا على كلمه الكل. ربنا يحسن ما بين ايديكم، وبحبكم في الله.